عسلامة، مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم دبارة جديدة وفيديو جديد. اول حاجة كيف ما شفتوا الدبارة كيف مكتوب في اول فيديو. بما ان عنا شوربة وبتلاج. البتلاج على باز يتعمل بالبطاطا. سمط حطيت هنا البطاطا تسمط، وهذا الماء باش نطيب فيه اللحم للشوربة تاعنا اللي باللحم. ديما كي نجيبش نطيبو معناتها كي تجيبش تطيب فطور ولا حتى معناتها عندك ضيف ولا حتى باش طيب للدار، ديما تحاول تقسم وقتك وتساوي الحاجات اللي تاخذ وقت طيبها في الاول باش من بعد ما تدخلش بعضك وما يزربكش الوقت والدنيا تتكركب عليك. حطيت هنا ماء، حطيت فيه اللحم، فوحته تبلو كرويه فلفل اكحل وكركم. ما نحطوش الملح مع اللحم في الاول باش يطيب فيسا، ونخليه اللحم اللي يطيب. ومن بعد كيف يطيب اللحم نزيدوه مغرفة طماطم معجونة، شوية فلفل احمر، ونملحوا الشوربة متاعنا، وبيان سور نزيدوها الكرافس. واذا متحبوش الكرافس تقدروا تحطوا معدنوس. هنا زيتها شوية ماء بيان سور، مش اوبليغاتوار انتوما هكا عينكم ميزانكم كي تحسها نشفت شوية زيتها ماء. وبيان سور تحبوا تحطوا خضر اصفر ناري جلبانة اللي تحبوا تحطوه، تنجموا تزيدوه في المرحلة هذه كيف يطيب اللحم. وهنا كيف ما قلنا زدت شويه فلفل احمر والكرافس، وبيان سور ملحت. هنا باش نبدا نعمل الفارس نتاع البتلاج. حطيت شويه زيت، بصله كبيره باش نذبلها مليح. باهي بالنسبه للبتلاج نجم تحشي كيف ما تحب. انا باش نعمله بالتن، تنجم تعملو باللحم مفروم، بالدجاج، بالجمبون، تنجم تعملو بالجبونات، تنجم تعملو بريكوتا والسبناخ. حسب ما انتم شنو تحبوا، حسب لي قولي انتم تحبوهم، حسب ما عندك في الحاجات المتوفره اللي عندك في الدار يعني. حطيت العظم من تاني تسمط خاطر باش نستحقوه في الحشوه. والبطاطا طابت، رفسناها. البطاطا مزيدها شي، جوست تغليها في شويه ماء وملح، وكان تحبوا تزيدوا شويه كركم. ومن بعد كيف تطيب تصفيها وترفسها، ما تزيدها حتى شي، لا زبده لا حليب ولا حتى شي. هنا من بعد ما دبلت البصله متاعنا حطيت لها المعدنوس وتفوحها كركم، تبلو كرويه، ملح، فلفل اكحل. واذا باش تعملوا مثلا باللحم مفروم ولا بالدجاج، تقليوا اللحم مفروم والدجاج مع البصل والمعدنوس بيان سور. ان شاء الله باش نعاودها ريسيت مره اخرى باللحم مفروم. نوريلكم ليزيتاب سهله وبنينه على الاخر، وتبدل على بريك وعلى الكفته وعلى تبديل. هنا جبت حكة صفيتها مليح وحطيت وصبيتها على الدختوخ متاعي. بالنسبه للتشكيل متاع البتلاج نحتاجو كميه كبيره متاع فرينه. معناتها تبدر ايدك مليح بالفرينه، ومن بعد تهز كميه بطاطا تحلها بايدك في شكل دوره، ومن بعد تحط الفارس متاعك وتلم عليها وتسكرها. تسكر كيف كعبة الفريكاسي، عرفت، تبدا هكا مطوله شويه. ليزاستوس باش ما تتعذبش فيها وما تمرجكش، لازمك تستعمل برشا فرينه. يعني لازم ديما تبقى بالفرينه وتلم بالفرينه باش ايدك ما تشدش، وباش تطاوعك تحل في ايدك بسهوله خاطر البطاطا تبدا طريه، باش تطاوعك. ومن بعد نغلفوها مليح مليح بالفرينه، ومن بعد نغطسوها في العظم ونقليو. ما فيها شيء، معناتها تحضيرها سهل. وبيان سور الفارس حسب ما انتش عندك في الدار وحسب شنو تحب تحط. وجوست معناتها هي ما فيها شيء باش يطيب، هي جوست باش تحمر من برا وكهو، ما تشدش وقت في الطيب. هنا باش نعمل ستيك شامبينيون. جبت تريفات اللحم، حطيت عليهم شويه فلفل اكحل، حطيتهم في شويه زيت في مقله سخونه، وخليهم يتشواو للي يخرجوا الماء متاعهم ويعاودوا يشربوه مره اخرى. في المرحله هذه كيف حمروا من تالي قلبتهم باش يحمروا من الجهه الاخرى. وهنا حطيت مقله اخرى باش نعمل زاده اسكالوب بالكرفاش، خاطر انا ما ناكلش اللحم الاحمر. هكا حكم دو شوا وانتي شنو تاكلوا في الدار. فوحته بفح دجاج، شويه ملح، تنجموا تحطوا في الاكحل، تنجموا تحطوا ثوم، تنجموا تحطوا اللي تحبوه. هنا حطيت شويه شامبينيون باش يطيب الحكايك العادي هكا. الروز هكا بقالي من الفطور اللي قبله متاع الدبارة اللي فاتت، سخنت وحطيته.
هنا اللحم بعد ما خرج الماء متاعو وعاود شربو ولا يتكتك في الزيت، نحيته طاب معناه مليح، نحيته وحطيت البصلة. باهي اذا اللحم متاعي اذا لحمك حسيته مازال معناتها شايح ولا مازال ما طابش وشرب الماء متاعو، صبوله شويه ماء ونقص النار وخليه للي يطيب، ابقوا زيدوا بشوي بشوي في الماء للي يطيب مليح ويقر زيته، ومن بعد نحيوه واعملوا الإيتاب هذي. تحطوا بصل وشامبينيون للي يذبلوا ويطيبوا مليح، من بعد كيف يتذبلوا تزيدوهم الكريم ليكيد. بيان سور في المرحله هذه تعدلوا الملح نتاعكم وإذا تحبوا تزيدوا فلفل أكحل ولا تزيدوا فهاد تحطوهم توا. انا الكريم ليكيد حليتها بشويه حليب، من بعد ترجع تغيفات اللحم نتاعك وكاهو. البلا نتاعنا حاضر، تنجموا تزيدوه موتزاريلا، تزيدوه اي نوع تاع جبن تحبوه، سينو كيف هكايا يجي بنين على الاخر. ونفس الزيتاب الدجاج حطيت له الشامبينيون، كيف الشامبينيون قبل حطيت له الكريم ليكيد، وهنا مازلت نقلي فيه كعبات البتلاج. توا باش نعملو كعبات بركات. باهي هنا باش نعملو شويه بركات نفس الباز نتاع التختوخ، بصل معدنوس ملح فلفل أكحل كركم، تبلو كاروية وشويه زبده ولا شويه زيت، ونذبل كل شيء مع بعضه، ومن بعد نحلو فيها حكة تن وعظيمه ونحطو جبن ونحطوه في البركات اللي حضرناه مع بعضنا قبل رمضان. دونك نصبوهم في الترتلات نتاعنا ونحطوهم في الفرن 180 درجه لمده ترجين ربع ساعه. باهي هوني زدنا جبن والتون كيف ما قلنا، نجم نزيدو ريكوتا ونجم نزيدو كريم فريش. بيان سور نحطو اي نوع تاع حشو نحبوه في الترتلات. انا اخترت اليوم نعملها بالتون، وانتم حسب ما تحبوا حسب ما عندكم في الدار. بيان سور ما ننسوش الفلفل الأكحل، اهم حاجه على ريحه العظم لازم نعمل فلفل أكحل، ويتحط في الفرن كيف ما قلنا للي يطيب. والترتلات نخرجوهم من الفريجيدير كيف ما نشوفوا ملي حضرتهم حطيتهم في الفريجيدير ما صارولهم حتى شيء، نخرجهم ونستعملهم ديريكت. نحطها في الفرن 180 درجة لمدة درجين ربع ساعة لتطيب العظم. الاخر زيتها شوية جبن من فوق موتزاريلا، تنجموا تحطوا اي نوع جبن وتنجموا تستغنوا على الإيتاب. هذه جملة هذه دبارتنا كانت اليوم. هذا الروز وهذه سكالوب ستيك بالكريم، وهيك سكالوب نتاعنا وكعبات البتلاج هاكم عظم فضو من البتلاج حطيتهم، وصلتهم شوية زكي كيف بقات من الدبارة متاع النهار اللي قبله حطيتها. هذوما كعبات البركات والشوربة. نتمنى الدبارة تكون عجبتكم، متنسوش تجربوها وتخليولي رايكم في كومنتير وتعملوا جيم كان الفيديو عجبكم، تشتركوا في القناة كنكم مش مشتركين. نتقابلوا في فيديو جديد. سلامة.